السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي، مباراة كبيرة صراحة، الكل منتظر هذه المباراة بفارغ الصبر. طبعا المباراة الساعة 8:30 بتوقيت مكة اليوم طبعا، ومعلق هذه المباراة المعلق الأسطوري فارس عوض، مثير يعني جدا في التعليق. أيضا هذه المباراة ستكون مباراة كبيرة بين الاتحاد والأهلي. توقعوا نتيجة هذه المباراة في التعليقات ونخش في التشكيلة على طول. طبعا من المتوقع تشكيلة الاتحاد في الحراسة حيكون رايكوفيتش، لكن هناك يعني احتمال يكون يستغني عن رايكوفيتش كما فعل في مباراة الهلال. عشان ايش؟ عشان يشترك سيميتش مع دانيلو بيريرا في قلوب الدفاع. ولكن ايضا من المتوقع انه يكون محمد برناوي او حسن كادش مع دانيلو بيريرا في ثنائي قلوب الدفاع. ايش رايكم في هذه النقطة يا متابعين في التعليقات؟ الأظهرة غالبا الشنقيطي في اليمين وميتاي المتألق في اليسار، ايضا كانتي مع دومبيا سيكون ثنائي في منتصف الملعب. صانع اللعب سيكون عوار. أحمد الغامدي ربما يكون بديلا لبرغوين عشان ممكن يشارك سيميتش مع دانيلو بيريرا. كلها يعني احتمالات واردة. أما في الجناح الأيمن الغزال الأسمر موسى ديابي، بنزيما منفردا في الهجوم. هذه هي تقريبا التشكيلة المتوقعة للاتحاد. يعني ممكن نشوف رايكوفيتش ما يلعب في هذه المباراة، وهذه حتكون كارثة للفريق صراحة. هل سيعتمد على حامد الشنقيطي عشان يستفيد من المحترف الثامن الأجنبي واللي هو سيميتش مكان برناوي أو مكان كادش؟ صراحة يعني الاتحاد في وضع لا يحسد عليه. أيضا نشوف أنه تشكيلة صراحة الحالية في الشاشة يعني تشكيلة مناسبة للاتحاد إذا اعتمد عليها. برناوي لاعب يعني صراحة شوفنا مستوياته في كأس العالم، كان مقنع جدا، كان ممتاز في الدفاعات. أتوقع أنه أفضل من سعد الموسى المصاب، الله يشافيه. طبعا موسى أو سعد الموسى حيغيب عن نادي الاتحاد على الأقل 6 شهور. يعني الاتحاد الآن لازم يشوف مدافع محلي في الفترة الشتوية القادمة، أو أنه يعتمد على محمد برناوي أو مع حسن كادش. طبعا خيارات محدودة في الدفاع بالنسبة لكادش. لا ننسى أيضا الغياب الكبير للمحترف البرازيلي فابينهو الذي تم استدعائه من السيد أنشيلوتي في منتخب البرازيل لأول مرة من 3 سنوات. وأيضا كذلك كانتي تم استدعائه من ديشامب المدرب الفرنسي للمشاركة مع المنتخب الفرنسي في تصفيات كأس العالم، مباراة مهمة ومحتاج فيها يقول لك كانتي. هذا يدل انه الاتحاد يعمل كمنظومة، يعني اللاعبين يعطون اكثر يعني ما عندهم من طاقة ومن فنيات في الملعب، وهذا يعود ايضا للسيد كونسيساو. تعليقاتكم على هذه المباراة وكيف سيلعب كونسيساو؟ هل سيلعب بالضغط العالي؟ هل سيلعب بالتكتل؟ يعني عندك قالينه في الاهلي، عندك رياض محرز، عندك ابو الشامات. صراحة مباراة صعبة على الاتحاد وليست سهلة. نتمنى انه مباراة تكون طيبة بين الفريقين. نشوفكم بعد المباراة ونقول لكم مع السلامة.